نزوات جنسية أشهرها مع كاميليا صفقة أسلحة فاسدة تحت رعاية الحاشية الفاسدة كانت كافية ليخسر آخر ملوك مصر فاروق فلسطين بحرب النكبة سنة 1948 وعرشه بمصر عام 1952. فاروق حاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه بالإذعان للتحقيق في صفقة الأسلحة الفاسدة والانتهاء من ملف كاميليا المتهمة بالعمالة لإسرائيل بعد مقتلها بسقوط طائرة في جريمة قيدت ضد مجهول، إلا أن مفاعل مغامرات الملك الجنسية واعترافه لكاميليا بموعد الحرب والخطط العسكرية في ليلة جنس قبل الحرب بيومين حسب تقارير مصرية، وفساد بلاطه وحاشيته وتربحهم من وراء الأسلحة الفاسدة وخسارة فلسطين لصالح إسرائيل للأبد كانت أكبر من أن يصمد عرش فاروق بوجهها. العشيقة الجاسوسة. اشتهر الملك فاروق بنزواته ومغامراته الجنسية، لكن أشهر تلك المغامرات وأخطرها أثرا كانت علاقته مع ممثلة مسيحية بالولادة يهودية بالأوراق الثبوتية كانت تدعى ليليان كوهين، لكنها اختارت لنفسها اسما فنيا هو كاميليا. مصادر تاريخية عدة أكدت أن كاميليا لم تكن بحقيقة الأمر إلا عميلة للاستخبارات الإسرائيلية، رغم أن الموساد لم يكن قد تأسس حينها، إلا أن شبكة الاستخبارات اليهودية كانت تعمل بشكل مكثف تحت إشراف بريطاني ليتم تجنيد كاميليا في عام 1946 في العام ذاته الذي بدأت علاقتها فيه مع الملك فاروق، عندما شاهد فاروق الفاتنة ليليان كوهين وهي ترقص بإغراء في أحد الملاهي الليلية، فأمر على الفور باصطحابها إلى قصر عابدين لقضاء السهرة معها، ثم استمرت علاقتهما بعد ذلك على الرغم من اعتراض زوجته الملكة فريدة. مؤرخون كثر أكدوا أن الموساد نجح في السيطرة على فاروق من خلال ليليان كوهين أو كاميليا التي لعبت دورا كبيرا في التأثير على قرارات الملك، لا سيما تلك المتعلقة بتحرير فلسطين ونقل معلومات عسكرية خطيرة كان يخبر بها فاروق عشيقته، إضافة إلى التورط بشراء أسلحة فاسدة بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في العام 1948 وما أعقب ذلك من هزيمة نكراء للجيوش العربية. قصة ومقتل كاميليا. ولدت ليلان كوهين في 13 من ديسمبر عام 1919 لأم مسيحية كاثوليكية مصرية من أصل إيطالي تدعى أولغا لويس أبنور، فيما تكاثرت الأقاويل حول الوالد الحقيقي، لكن الثابت أنها حملت على الورق اسم وديانة زوج أمها الصائغ اليوناني الثري اليهودي فيكتور ليفي كوهين. بدأت مسيرتها السينمائية بعد أن رآها المخرج والمنتج أحمد سالم عام 1946 ترقص بفندق ويندسور، وأعجب بها فعرض عليها العمل في السينما. اشتهرت كاميليا وتهافت عليها المنتجين والمخرجين، وتلقت الكثير والكثير من عروض الزواج من أشهر الفنانين آنذاك مثل أنور وجدي والمخرج أحمد سالم. وبعد انفضاح علاقتها بالملك فاروق والاتهامات بتجنيدها من قبل مخابرات إسرائيل، استيقظت مصر صبيحة 31 من أغسطس عام 1950 على خبر سقوط أول طائرة مدنية مصرية، وهي الطائرة ستار أوف ماريلاند التي كانت تحمل 48 راكبا بينهم كاميليا التي عثر على جثتها في رمال الصحراء. الكثير والكثير قيل عن تدبير مقتل كاميليا من الملك فاروق والموساد على حد سواء لمصلحتهما باختفائها بعد أن باتت خطرا عليهما، إلا أن أسباب تحطم الطائرة ما زالت مجهولة حتى الآن. الأسلحة الفاسدة. في مايو عام 1948 قررت القيادة المصرية ممثلة بالملك فاروق ورئيس الوزراء النقراشي باشا دخول حرب فلسطين بعد تكليف رسمي لها من قبل جامعة الدول العربية قبل نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين بأسبوعين فقط. وأقر البرلمان المصري دخول الحرب قبلها بيومين فقط، ونظرا لضيق الوقت والقصور الشديد في السلاح والعتاد الحربي
تم تشكيل لجنة احتياجات الجيش يوم 13 من مايو بصلاحيات واسعة دون أي رقابة لإحضار السلاح. وجراء امتناع الغرب وأمريكا عن تزويد مصر بالأسلحة، لجأت اللجنة لصفقات مع شركات السلاح تحت غطاء أسماء وسطاء وسماسرة مصريين وأجانب، ما فتح الباب على مصراعيه للتلاعب بسعر شراء السلاح الذي كان مبالغا جدا فيه، إضافة لعدم صلاحية هذا السلاح. صفقات الأسلحة الفاسدة تضمنت حينها بنادق ألمانية الصنع تيراس كيرباينر الشهيرة بماوزر، بنادق نصف آلية وصلت بعد الحرب بعامين، 250 ألف قنبلة يدوية إيطالية الصنع كانت تنفجر بالجنود المصريين وتقتلهم، طائرات ماكي وفيات لم يعرف مصيرها، إضافة لقذائف الأنارجا وعدد من عربات النقل ماركة رينو وفيات. كما تم تجميع أسلحة ومعدات من مخلفات الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية، إلى جانب شراء دبابات إنجليزية من طراز لوكاست كانت تباع خردة في المزاد العلني في معسكرات الإنجليز بقناة السويس بعد نسف فوهات مدافعها. ولقد أدى استخدام هذه المدافع في المعركة لسقوط قتلى مصريين. وبعد خسارة العرب الحرب واستيلاء إسرائيل على فلسطين ما عدا قطاع غزة والضفة والقدس، وقعت مصر في 24 من فبراير عام 1949 اتفاق الهدنة مع إسرائيل، لتنجح مجلة روزليوس المصرية حينها في عددها رقم 149 بتاريخ 20 من يونيو عام 1950 بكشف فضيحة الأسلحة الفاسدة. ما اضطر الملك فاروق للإذعان وقبول فتح تحقيق عام 1951، لكنه رفض التحقيق مع الحاشية الملكية وحمل مسؤولية الصفقة للعسكريين فقط، مع تحميل مسؤولية خسارة حرب عام 1948 لخيانة القيادات العربية له، خاصة الملك الأردني حينها عبد الله الذي دخل في اتفاق سري مع الإنجليز والوكالة اليهودية. جلسات قضية الأسلحة الفاسدة استمرت حتى 10 من يونيو عام 1953، إلا أن الخبر الصاعق للمصريين كان تبرئة كل المتهمين ما عدا متهمين فقط حكم عليهما بغرامة 100 جنيه. ورغم أن الحكم صدر بعد قيام ثورة 23 من يوليو عام 1952 والإطاحة بعرش فاروق والحكم الملكي لمصر، إلا أن أحدا لم يعرف يقينا السبب الرئيس لأحكام البراءة، خاصة بعد الاختفاء المفاجئ لحيثيات حكم المحكمة من سجلات القضاء المصري. وأنت برأيك، هل ما زال ولع الحكام بالجنس وفساد حاشيتهم سبب استمرار خسائر العرب حتى اليوم، أم أن هناك أسباب جديدة لم تكن على أيام فاروق؟